يا ترى arrive in or arrive at؟ ويا ترى reach بيجي مع حرف جر ولا لأ؟ هقولك إن arrive in معناها يصل إلى أماكن كبيرة، يصل إلى مدينة أو بلد. For example, I arrived in London. أنا وصلت لندن. We arrived in Cairo. إحنا وصلنا القاهرة. لكن لو المكان صغير زي مدرسة أو مطار فإحنا هنقول arrive at، يصل إلى أماكن صغيرة، سواء بقى مدرسة، مطار، بنك، مستشفى، أيا كان. He arrived at the airport. هو وصل المطار. They arrived at school. أما reach فسهلة جدا، ودي ما بيجيش بعدها حرف جر، سواء جه بعدها مكان كبير أو صغير. For example, I reached home early. أنا وصلت البيت مبكرا. كلمة home من الأماكن الصغيرة. We reached Cairo on time. وصلنا القاهرة في الموعد المحدد. كلمة reach جه بعدها أماكن كبيرة. خدها كده ببساطة إن arrive in بتيجي مع الأماكن الكبيرة سواء البلاد أو القارات. أما arrive at أماكن صغيرة زي البنك أو المستشفى. أما reach فدي بيجي بعدها أي مكان من غير أي حرف جر. دلوقتي بقى عاوزك تكتب لي مثال في الكومنت، وما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي.